مراسلنا إبراهيم زيدان رصد جانبا من أعمال إعادة تأهيل هذه الأحياء في دمشق القديمة. دعونا نتابع. استجابة لمتطلبات وشكاوى أهالي أحياء دمشق القديمة، ونظرا لسوء وتدهور البنية التحتية في هذا الطريق وما سببته من تصدعات للأبنية السكنية وانخسافات وهبوطات في هذا الطريق، ونظرا لأهمية هذا الطريق من الناحية السياحية كونه مقصد سياحي، ومن الأهمية التراثية والمعمارية والثقافية والدينية لهذا الطريق، فقد تم إطلاق مشروع إعادة تأهيل الطريق الواصل بين باب توما وباب شرقي وشارع القشلة والكنيسة المريمية. طبعا يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل من شبكات صرف صحي ومياه وهاتف وكهرباء وتركيب فوات أطفاء. طبعا نعمل جاهدين إن شاء الله لإنجاح هذا المشروع وأن يكون نموذج يقتضى به في أحياء وأزقة وشوارع دمشق القديمة، وأيضا نعمل جاهدين على ابتكار إخفاء التشوهات البصرية التي تسببها الكابلات الكهربائية لجعلها باطنية في تحت الأرض. مدة المشروع المتوقعة ما يقارب 45 يوم. نعمل على إعادة تأهيل وتدوير أحجار اللبون اللي تم فكه يعني، وإن شاء الله سيعود تركيبه بما يناسب النسيج المعماري الدمشقي التراثي. ونؤكد نحن بمحافظة دمشق وبمديرية دمشق القديمة بأن هذا الأمر سيكون بكفاءة عالية وبالسرعة المطلوبة وما يناسب النسيج والمعماري لهذه المدينة. هلا نحن المشروع صار له منفذ من 5 أيام عم ننفذه. اساس المشروع هو مطالبات كثيره من المجتمع المحلي بتاهيل شبكات البنيه التحتيه، البنيه التحتيه بالمنطقه متهالكه للغايه يعني حتى شبه نقول يمكن منهاره. اهم شيء شبكه الصرف الصحي، شبكات المياه العذبه وشبكات الهاتف، وحتى هلا بدنا نعمل شبكات التمديد الكهربائي تحت الارض. نخلص من التمديد العشوائي اللي موجود مثل ما عم نلاحظ على طرفي الارصفه. هلا بالنسبه للمشروع العمل مستمر، نحن مده المشروع 45 يوم ان شاء الله يعني ملتزمين بالخطه الزمنيه. وهلا انتهينا من فك حجر اللبون باغلب محاور ومقاطع الطريق، وبمجرد خلصنا من فك حجر اللبون راح يتم هذا حجر اللبون اعادته نفسه، ما حنغيره بعد تشذيبه وتهذيبه يعني وتدويره، حيتم رصه من اول وجديد، وحيتم كمان تنفيذ الارصفه، يتم ازاله الحجر المزاوي. هذا الحجر المزاوي هذا حجر مائي، كانوا اهل دمشق القديمه يحطوه للبحرات، لا يصلح انه يكون اطريف، لانه هذا اذا اجى كميه بسيطه من الماء يصبح حجر مثل الصابون، يعني سهل انه المواطن ينزلق عليه. فحيتم ازاله هذا الحجر ونعمل شبكه للاناره، شبكه اناره الطاقه البديله طبعا. الموضوع المشروع عم نشتغل فيه على مراحل مشان ما نغلق كل شوارع دمشق القديمه، وايضا مشان المواطنين يعني كمان احنا ما عم نتاخر كثير، احنا بامكاننا نشتغل للساعه 12 لكن عم نشتغل للساعه 9 احيانا مشان الناس يعني تكون في فتره وفرصه لراحه الناس. الله يعافيك.